نلحقوا من باب الواد لزغاره 10 دقائق. أول ما تبحث عنه لدى هبوط طائرتك بأحد المطارات هي وسيلة نقل تقلك برا لوجهتك. في مطار الجزائر الدولي هو ريبو مدين الأمر سهل جدا. توجه لمحطة القطار على بعد خطوات. بمجرد ولوجك الباب تقابلك هذه الشاشة التفاعلية. ما الذي تحتويه وما الغرض منها يشرح رفيق. مرحبا بك. بس تفضل خويا. مانيش فاهم لابليكاسيون هذه تاع المرشد كيفاش تخدم. الوغ لابليكاسيون هذه المرشد موجوده هنا عندنا محطه المطار، تعاون لي فواياجور باش يديبلاسيو، فهمني، باش يديبلاسيو من محطه الى المحطه، محطه لمحطه. هكذا فيها التسعيره تاعنا تاع المطار اللي هي 80 دينار حتى لاكارداج. هي التسعيره فيكس على كل حال، ستين طاريفيكاسيون فيكس، ستين طريف فيكس منا حتى الآخر. هكذا فيها ثاني تاع المترو، لا طاريفيكاسيون تاع المترو والطرام. عندنا ثاني لو ريزو دو بوس، عندنا لي باركينغ اللي موجودين كاع منا حتى الآغا في الحراج ثاني، وعندنا لي سيتا فيزيتي ثاني. قبل أن تستقل القطار لا بأس أن تتجول في هذه المحطة. ديكور مميز يلخص تاريخ وثقافة الجزائر. رحلة كل نصف ساعة على مسافة 20 كيلومتر من هنا إلى محطة آغا، مع التوقف في محطتي باب الزوار والحراج. تم نقل أزيد من 100,000 مسافر منذ بداية السنة. تم افتتاح محطة المطار هواري بومدين في شهر أبريل 2019 لربط محطة المطار بشبكة المواصلات من وإلى العاصمة. وتتوفر هذه المحطة على الأمن وعلى كافيتيريا وعلى قاعة استقبال مجهزة بكافة الوسائل الحديثة لراحة المسافرين والحرص على سلاماتهم. الرحلات متوفرة كذلك من الجزائر نحو عدة وجهات: البليدة، ثنية، زرالدا وحتى تيزي وزو. قطارات كهربائية سريعة تضمن راحة المسافر وصديقة للبيئة. هذه الشبكة هي عبارة عن شبكة قطارات مكهربة كليا صديقة للبيئة، تنخرط بشكل مباشر في إطار مسعى الدولة الرامي إلى الانتقال الطاقوي وتقليص استعمال الطاقات التقليدية، منها خاصة وقود الديازل الملوث. Le train électrique, l'avantage du train électrique, c'est qu'il marche avec l'électricité. On économise le gasoil, il est bon pour les voyageurs, c'est-à-dire il est climatisé. نظام عمل سمح بنقل قرابة 17 مليون مسافر منذ بداية السنة عبر 170 رحلة يوميا.
في هذه السنة في 2023 إلى غاية نهاية جويلية نقلنا أكثر من 17 مليون مسافر، ونتوقع إلى نهاية السنة إن شاء الله نقل أكثر من 30 مليون مسافر على مستوى هذه الشبكة. اتجهنا لمحطة الجزائر، أقدم محطات القطارات. استقلينا قطارا رفقة رئيس السائقين إلى محطة آغا. التركيز ضروري والاستماع لتوجيهات المراقبين أمر أساسي. أعلم حضرات المسافرين أن هذا القطار ليس له اتجاه، يرجى النزول من هذا القطار. شكرا. Nous informons notre aimable voyageur que ce train n'a aucune destination. Veuillez descendre s'il vous plaît. Attention aux fermetures des portes. شكرا. Merci. بعدما انطلقنا من محطة الجزائر العاصمة، هنا رانا في محطة آغا في قطار نقل المسافرين. هذا القطار كما تعرفوا أحسن تكنولوجيا وهو صديق البيئة أيضا. وبعدما تلقينا التكوين في إطار سياقة قطار الكهربائي، المهمة تاعنا والأساسية هي نقل المسافر في أحسن الظروف وفي السلامة والأمان التام. صحيح، السائق هو من يقود القطار، لكن من يضمن سيرورة العمل هم جنود الخفاء في برج المراقبة والتحكم. هنا رانا في المركز التحكم عن بعد. هنا رانا نسيروا كاع تما نشوفوا القطارات كي يمشوا تاع الكهرباء، حنا نسيروا فيهم. اي حاجه تصرى ولا تاع تريسيتي حنا راه الناس هنا نخدموا مع كاين ديزاجون كاتينير اسموهم تاع تيران، ونخدموا على لي كار لي زيكويون نخدموا معاهم. حنا هنايا خدمتنا برينسيبالمون سي لاسيغي لينيرجي الكتريك. ناسيغي تريسيتي دائما تكون تريسيتي. اون كا بروبليم ولا نديرو كونسينياسيون بيان سور مع لي كويور. كونسينياسيون نحو وين كاين مشكل نزولوه. وكورديناسيون مع لي كويور. اللي يخليك ترى ما يحبش، تسمى دائما الانرجي لازم تكون مليحه، تسمى اورغانيزي لي زوتوماتيك الكتريك باش ما نخليهمش ما يحبسوش. هاي خدمه تاعنا. مراقبة خطوط الكهرباء وسير القطارات أمور أساسية لضمان سيرورة العمل، لكن الصيانة ضرورية أيضا للحفاظ على التجهيزات، وهو ما يتم بصفة دورية في مستودعات الخروبة. ورشة صيانة القطارات ذاتية الدفع كائن مقرها بخروبة الجزائر العاصمة، هي ورشة مختصة بصيانة قطارات بكل أنواعها. دونك عندنا الصيانة الوقائية، الصيانة المراجعة العامة، تنظيف، والصيانة العلاجية. عمال القائمون على أشغال صيانة هم عمال جزائريون 100%، استفادوا من خبرة صيانة من طرف شريك سويسري. من مستودع الصيانة إلى المغسلة الآلية، كل قطار تتم صيانته يوجه مباشرة للتنظيف. هنا يتم غسل داخل وخارج العربات. القطار ما عندوش الحدود تاع الغسيل تاعو. كون يدخل صيانة يخرج يدخل لاباج، هذه اوتوماتيكمون. باسكو علاه ميم حنا كعاملين سائقين قطار انا ما نحبش التران يخرج خارج، باسكو ليماج تاع الشركه تاعنا هذه وحده. ثانيا ميم من برا ما قري ما خسروش لداخل، باسكو التران عنده يزيد يخدم، نعاود ندخلوا لافاج من برا، نضرب الوجهه تاعو تسمى كيما الزجاجه اريير افون ولي كوتي تاعو.
رصدنا خلال تواجدنا بمحطة الجزائر أشغال إعادة تهيئة السكة، مشروع ينتظر منه الكثير لتجديد وعصرنة مسارات القطارات. مشروع تهيئة وتجديد السكة الحديدية للجزائر بما يسمى بطفرة تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الأشغال السكك الحديدية الله نسريف. هذا المشروع يتضمن إعادة وتجديد السكة الحديدية بين قضبان وبراغي وحصى الرس، وكذلك تجديد وعصرنة نظام الاتصالات والإشارات. عصرنة وتطوير النقل بالسكك الحديدية مشروع بدأ منذ سنوات، سواء بتجديد القطارات أو فتح خطوط جديدة على غرار الخط الذي يصل لسيدي عبد الله وزيرالدا. تعتبر هذه المحطة من أهم المحطات السكة الحديدية في ناحية الجزائر، لأنها تقع في منطقة عمرانية هي سيدي عبد الله الجديدة وكذلك قطب جامعي. تم إطلاق هذه السكة هذا الخط في ديسمبر 2016. في محطة الجامعة بالقطب الحضري الجديد سيدي عبد الله، هنا تصميم المحطة مختلف، وحتى الاشتراكات مختلفة ومميزة عبر بطاقة سهلة. يتوفر هذا الخط كذلك على عرض تجاري بما يسمى بطاقة سهلة، حافلة قطار حافلة، حيث يتضمن هذا العرض على ربط هذه المحطة بالمناطق المجاورة لسيدي عبد الله. سعر هذه البطاقة هي 2500 دينار جزائري شهريا. الارتباط مع الحافلات ليس وحده ما يميز شبكة القطارات، فأغلب المحطات تقع في أماكن استراتيجية تلتقي مع باقي وسائل النقل الموجه، ففي الحرش مثلا ترتبط بالمترو، وفي الخروبة تلتقي بالترامواي. شبكتنا تتقاطع أيضا وتتكامل مع شبكة النقل المتوفرة على مستوى الجزائر العاصمة. محطات القطار مثلا على مستوى الحراش والجزائر العاصمة وآغا تتقاطع وقريبة من محطات المترو، قريبة أيضا من محطات تراموي على مستوى خط الخروبة. مستقبلا عندنا أيضا المشروع على مستوى كوريفة سيتقاطع أيضا ويتكامل مع مشروع المترو على مستوى منطقة براقي. تنتهي رحلتنا في قطارات الجزائر العاصمة، لكن رحلة النقل الموجه متواصلة. لنفرض أننا نريد التوجه من آغا إلى برج الكفاني مثلا، الأمر سهل، نستقل قطارا لمحطة الخروبة. هناك قرب المحطة سنجد وسيلة نقل أخرى، الترامواي. رحلات ترامواي الجزائر العاصمة تبدأ من محطة ميموني حمود. العمل هنا يبدأ قبل الساعة 4 صباحا. أولى العربات تغادر إلى محطتي العناصر أويرويسو ودرجانة وسط، ومن هناك سيبدأ نقل المسافرين على الساعة 5:30. مواقيت استغلال ترامواي من الساعة 5:30 صباحا إلى غاية 11:15 مساء طيلة أيام الأسبوع. يكون انطلاق أول عربة من محطة العناصر ودرجانة وسط على 5:30 صباحا، وآخر عربة من محطة العناصر يكون على الساعة 11:15 ومن درجانة وسط على 9:57.
اخترنا بداية العمل من محطة ميموني حمود التي تعد واسطة العقد لترامواي، فهي في قلب الجهة الشرقية للعاصمة التي تتميز بكثافة سكانية عالية ونقص وسائل النقل التقليدية. يمتد طول الخط الشرقي لترامواي جزائر العاصمة على مسافة 23 كيلومتر، مرورا ب5 بلديات وهي حسين داي، المقارية، الحراش، باب زوار وبرج الكيفان، نظرا لما تتوفر عليه هذه البلديات من معالم تاريخية وسياحية. ويوجد عدة نقاط تبادل وسائل نقل حضاري مثل محطة العناصر تحتوي على محطة مترو الجزائر، حافلات إوتوزا والمصاعد الهوائية تيليفيريك. ببرنامج دقيق ونظام عمل متكامل بدأ تشغيل ترامواي الجزائر العاصمة سنة 2011. لغاية اليوم تم نقل أزيد من 170 مليون مسافر، منهم 21 مليونا سنة 2022. للوقوف على عمل سير ترامواي سنرافق العم أحمد، أول سائق ترامواي بالجزائر وأكبر السائقين سنا. وجدناه مفعما بالحيوية والنشاط ويتميز بروح مرحة. بعد اطلاعه على برنامج عمل اليوم والاستماع للتوجيهات الجديدة يحمل معداته ويتجه للعربة التي سيقودها. ضمان راحة المسافر هي المهمة الصعبة، هكذا يقول العم أحمد، وعلى هذا تركز مؤسسة ترامواي الجزائر. إذن حنايا كل صباح حتى 4 تاع الصباح باش نبداو نخرجوا ونبداو نبريباريو لي رام. كل كونديكتور يبدا يبريباري الرامه تاعو، وكاين اجراءات كل ما ندخلوا نسقسيو الميترج ديالنا هل كاين اجراءات جدد، هل كاين قوانين جدد باش نخرجوا ونخدموا. هذا الشيء كامل، وكاين اجراءات بزاف بور لا بريباراسيون. عندها بريباراسيون بالدقه، ما لازمش نغلطوا في لا بريباراسيون. حنا هذا الشيء كامل اللي نديروه نجوا الصباح ونعياو على كل حال ونجدوا ونكدوا. حنا كي نكملوا الخدمه في الليل العشيه الهم تاعنا سلامه المواطن، هذا هو الهدف الاول تاعنا. صباح النور بي سي سي، سي جيست بور تيست راديو. صراحه بي سي سي صح. نترك العم أحمد يتفقد عربته ونتجه لغرفة التحكم. متابعة دقيقة لجميع القاطرات والمحطات، مئات الكاميرات تسمح بمراقبة كل شيء. عامل في البوست بي سي سي الشيء المهم أنه يحافظ على سلامة المسافرين وسلامة الأجهزة تاعنا وسلامة العمال، وهذا كامل بالمراقبة كما قلنا من الأول، بالاستعانة بالأجهزة تاعنا اللي هما الكاميرات والاسكادا اللي هي تجيري لنا الكهرباء وجميع الأعطاب اللي كاين، تكون كاين عطب ولا يطلع لنا الارم خرج لنا حنا نعالجوا هذاك المشكل سير بلاص. عامل لي ريغولاتور بي سي سي المهمه تاعو الاساسيه ثانيت هي الحفاظ على الانترفال، لا ريغولاريتي الانترفال. الانترفال هو فاصل زمني ما بين عربه وعربه، لازم يكون قريب الانترفال امبليكي اللي هو 4 دقائق ولا 5 دقائق في اوقات الذروه. سلامة العمال وراحة المسافرين الثنائية التي تضمن السير الحسن لترامواي، لكن هذا لن يكون دون تواصل تدفق التيار الكهربائي. بالاستعانة بالأجهزة تاعنا عندنا عدة أجهزة نستعينوا بها اللي هما سكادا اللي نشوفوا بها حالة الخط ترامواي بصفة عامة، و لا جي تي يو جيستيون تكنيك دينرجي نشوفوا اسكو الانرجي راهي بيان في لانين تاعنا، و ميم طون نشوفوا لي سي سي تي في لي كاميرا تاعنا اللي راهم في لانين. عندنا بلوس دو 150 كاميرا
امبليكي في لانين اللي نستعينوا بها في ليكسبلوطاسيون تاعنا. كي نشوفوا لي سيستم تاعنا بدابري هاد لي سيستم كامل نقدروا نجيكتيو لي رام تاعنا اللي يكونوا كما قلنا باللي تاكدنا مع سائق ترامواي باللي راهي في حاله جيده. المسافر هو الأساس في مؤسسة ترامواي الجزائر، وهنا يتم استقبال الشكاوي والملاحظات والتجاوب معها لمعالجة الاختلالات. مصلحة خدمة الزبائن على مستوى ترامواي الجزائر تنقسم إلى قسمين. عندنا القسم الأول هو مصلحة خدمة الزبائن اون جينيرال. دونك في هذه المصلحة في هذا القسم هذايا نتكلفوا بتوسكي استعلامات زبائن، شكاوي زبائن، انشغالات تاعهم اون جينيرال. دونك والقسم الثاني هو اعلام المسافرين على مستوى جميع المحطات. دونك حنا عندنا دي زوبارلور في جميع المحطات وين كيكون زعما دي انتريبسيون ترافيك، وين يكون عندنا كاش مشكل صغير في ترامواي يحبس ولا كاش حاجه ولا. دونك نقوم باعلام الزبائن على مستوى جميع المحطات. نعود للعم أحمد الذي أكمل تفقد وتهيئة عربته. نرافقه في رحلة من محطة ميمون حمود إلى محطة تماريس بباب الزوار. يداه لا تتوقفان وعيناه على عدة أماكن في وقت واحد. المؤسسات الترامواي وهي النقل وانا تعلمت من النقل يعني حاجه كبيره. مده 12 سنه وانا هنايا تعلمت الجديه، تعلمت حب المؤسسه. يعني الانسان لازم يحب المؤسسه باش يخدم في النقل، خاطش النقل هو الاقتصاد. خاطش حنايا مع الاول واش قلت لك على الجديه، حنا ما لازمش نديروا تاخير في الطريق ديالنا باش نوصلوا المسافر للخدمه ديالو. وكي نوصلوه للخدمه ديالو حب يقول هذا هو الاقتصاد، ما يديرش الروطار في الخدمه ديالو. ونوصلوا واحد خدام، نوصلوا واحد راح عنده شغل، نوصلوا امراض، الناس عندهم امراض، الناس هذه هي. حنا لازم نكونوا بالجديه نخدموا. الصرامة التي يتميز بها سائق عربة ترامواي هي نتاج الخبرة والتجربة ومحصلة التكوين المستمر. السؤال الأول اللي نطرحه على المتربص نقولوا له ما هي المسؤولية تاعك الأولى؟ خلوه يجاوب. إلا ما جاوبش نقولوا له السلامة، لا سيكوريتي. هاد السلامة واش حبت تقول؟ هو نقل المسافر من نقطة ألف إلى نقطة باء بكل سلامة ورفاهية وراحة. في هذه المراحل تاع التربص هناك امتحانات تطبيقية وامتحانات نظرية لازم يتوفق فيها المتربص. عنده امتحان نهائي نظري وتطبيقي، كي ينجح فيهم ما راحش يسوق ديريكتومون بالمسافرين. هناك مرحلة راح يسوق مع سائق ذو خبرة. من أعوان الأمن إلى السائقين ومرافقي المسافرين، التكوين يمس كل أصناف العمال. ينطلق منذ الدخول إلى المؤسسة ويستمر بصفة دورية. هناك تكوين مستمر، القانون يوجب ذلك، سكون ابل ريسيكلاج راسكالا سنوية. كل سنة السائق لازم يدير تكوين تاع راسكالا. ما هو هدف الراسكالا؟ هو تحديث المعلومات إذا كان هناك معلومات جديدة، إذا كان هناك إجراءات جديدة بالنسبة لمهنة السياقة. وثانيا
الوتول ديكسبيريونس، رجوع خبره لحوادث صارت خلال السنه. ضمان راحة المسافر أمر ضروري، لكنه لن يكون دون الحفاظ على مكتسبات وتجهيزات المؤسسة، الأمر الذي يضمنه أعوان الرقابة. رافقنا أعوان الرقابة في مهمتهم إلى محطة جسر باب الزوار. البداية باجتماع يحدد مهام كل عضو، ثم تبدأ العملية بمراقبة جميع المسافرين. يقوم مراقبين تراموي الجزائر بمهمة رئيسية وهي مراقبة تذاكر السفر وتسوية وضعية جميع المسافرين يكونوا في حالة غير قانونية، سواء كان المسافر يحوز على تذكرة منتهية الصلاحية ولا ما عندوش كاع تذكرة ولا اشتراك منتهي الصلاحية، سيكون مضطر لدفع وصل تسوية السفر المقدرة ب 200 دينار، وهذه تعتبر كمهمة رئيسية للمراقبين. وعندهم عدة مهمات تناوية وهي تشمل الأمن والوقاية على متن العربات، توجيه وإرشاد المسافرين في حال كان عندنا أي طارئ، وتوجيه لهم المعلومات اللازمه فيما يخص مواقيت الاستغلال التراموي ولا مواقيت انطلاق العربات ولا ما يخص وكل ما يخص التسعيره المخصصه لوحده التراموي الجزائر. واصلنا رحلتنا لمحطة العناصر أو رويسو، المحطة الرئيسية لترامواي الجزائر. هنا يمكنك الاطلاع على كل جديد والاستفادة من عروض الاشتراكات. أنواع الاشتراكات اللي يوفرهم ترامواي الجزائر منهم اشتراك مدرسي واشتراك الجامعي لكل لي زيتيديون، وكاين الاشتراك جونيور اللي تحت 25 سنه. من فوق 25 سنه يروحوا للكلاسيك. من الكلاسيك عندنا اشتراك تاع المتقاعدين، ثم اللي فوق 60 سنه يخلصوا عن طريف ماشي كيما يخلصوا الكلاسيك. في محطة رويسو أو العناصر تنتهي رحلتنا على متن ترامواي الجزائر. هنا تتوفر عدة وسائل نقل أخرى في نفس المكان. نحن اخترنا أن ننطلق إلى ساحة الشهداء، الحل في ركوب مترو الجزائر. محطة ساحة الشهداء تشم فيها عبق التاريخ وترى فيها أحدث التكنولوجيات. تستمتع برحلة في عمق القصبة، ثم تنطلق في رحلة تحت الأرض على مسافة تصل ل 18 كيلومتر عبر 19 محطة يتنقل بينها 26 قطارا في مدة أقصاها نصف ساعة من هنا إلى عين النعجاء أو الحراش. إقبال كبير وغير منقطع في هذه المحطة. الناس كما قلت سيت ان تيرمينوس برانسيبال وان ميم طون تلقى الناس تجي ليه من جميع النواحي. الميزة تاعو راهي انه مام المسافرين اللي يجوا من باقي يعني من ماشي من العاصمة، باسكو لو مترو لوي مام ولا سيت اون اتراكسيون توريستيك. الناس كما يقول لك من المناطق الداخلية ولا عندها كما نقولوا توجور هذيك لا كوريوزيتي ولا نجي نشوف لو مترو. توافد المسافرين على محطة ساحة الشهداء لا يتوقف، ففي مترو الجزائر يجدون ما يبحثون عنه، وسيلة نقل سريعة ومريحة. هنا على مستوى المحطة لو كان راك تلاحظ برك راك تشوف بلي كاين دي زيكرون. عندنا هنا في هذا المستوى سي دي زيكرون كاريمون، عندنا لي كاميرات سيرفيونس، عندنا لي زيسكاليي ميكانيك، عندي اون كوموند كاريمون ديريكت،
على لي زيكيبمون اللي راهم عندي بالنسبه لي زاسانسور المصاعد اللي راهم عندي، المدرجات الكهربائيه، لي زاكسي وين نقدر نشوف ابوبري الا كاين كما يقول لك عندي اون فول ولا راح نغلق المحطه. هذا كامل يساعدوني اني نوقف على السلامه تاع المسافرين ونقدر نانترفوني وتكون عندي اون رياكسيون بور كيكونك ريزون، ولا نقدر نتصل بزميل، نتصل بعوان المراقبه، نتصل بالشرطه سي سا نيسيتي يكون مالاز ولا اون شوت، ولا ونتصل بال بي سي سي مركز التحكم تاعنا باش نطلبوا كما يقول كيف بارفونير لا بروتيكسيون سيفيل سي سا نيسيتي لانترفونسيون تاع لا بروتيكسيون سيفيل. إرشاد المسافرين وتنظيم سير القطارات مهام نراها يوميا، لكن هناك مهام أخرى سنكتشفها في ورشة باش جراح. رافقنا هنا عملية التحضير لانطلاق القطارات بداية من 4:00 صباحا. المترو يبدا على 5 تاع الصباح لي بروميي ديبار ان شاء الله 5 تاع الصباح من لي تيرمينيس تاعنا. عندنا التيرمينيس تاع ساحة شهداء تاع عين نعجة وتاع الحراج. عندنا لي ديبار كامل هذوما لي 3 ديبار ينداروا على 5 تاع الصباح، وحنا هنا باش يبداو على 5 تاع الصباح هنا نجوا لهنايا نبداو على 4 تاع الصباح هنايا، باسكو حنا هنا اون سوبرفيز كامل ديكاراج. دونك حنا نديسباتشيو لي زيكيب اللي هما لي كوندكتور، كل واحد نعطولو التران تاعو ونتاكدوا من ليطا تاع التران. دونك الكوندكتور يدير لي فيريفيكاسيون تاعو، عنده توت اون بروسيدور يديرها. دونك ومن بعد يقول لنا واش كاين في التران. دونك دي فوا نانترفونيو كيعود فيه كاش دي زيفيرمون، ولا حنا نخدموا اون كورديناسيون مع لو بوست دو كوموند اللي راه في الاداره، هو اللي سوبرفيزي كامل لونسومبل تاع المترو. تفقد القطارات مهمة يومية للسائقين، لكن ضمان سيرها يستدعي رقابة من نوع آخر في مستودعات الصيانة. عندنا بيان سور دي فريكونس اللي هما اللي نقوموا بهم الصيانة، بون فيهم دي فيزيت دو سيكوريتي، وكاين كيما هما سي دي في اس ولا دي ريفيزيون مودولار، كاين دي زون سبيسيفيك. احنا كاين في الورشه كاين كل ورشه منقسمه. عندنا ورشه صيانه المترو هذه اللي انا نشوفوا فيها تاع لي فيزيت سيكوريتي وتاع الوقائي وكوريكتيف تانيك الاستعجالي، وعندنا تانيك دوطر يونيتي اللي راح تندار فيهم الصيانه، راح تكون محدده في دي زيكيبمون. قال سي دي موتور، من بعد دي بوجي. دونك سا ديبون لورغان اللي راح نديروا له لا مينتينونس تاعو تما. عندما يقطع القطار مسافة معينة يوجه لهذا المكان يتم تفكيكه. الآن دور هؤلاء الشباب، عيونهم لا تترك قطعة صغيرة ولا كبيرة إلا وتتفحصها فحصا دقيقا. المكان هذا اللي رانا متواجدين فيه هذا هو الأطروا، يعني هندسيين يقولوا له الأطروا، فوالا. ولا واش نعملوا حنا لهنا بالذات اللي هي يقولوا لها لا ريفيزيون انترميديار. لا ريفيزيون انترميديار هذه اللي هي القطار هذايا نحيو حنا منه، نديمونطيو منه لا بياس الكبيره كما حنا نقولوا، ونديروا لها ريفيزيون تما دقيقه بالتدقيق، ونبد كاين امور اللي نبدلوهم، كاين امور اللي نجوزوهم في لي بون ديسي باش نديروا لهم لي زيسي اسك نبدلوهم ولا تما نخليهم في بلاصتهم، نتستيهم برك ولا مازال الصلاحيه ديالهم مليحه ولا خلاص. المهام الليلية لجنود الخفاء تتواصل، ففي الورشات يتم غسل القطارات
لكن هنا في محطة عين النعجة التقينا بأعوان التنظيف. عملهم يبدأ في تنظيف المحطات يوميا بعد الساعة 10 ليلا. بعد نهاية العمل ودخول جميع القطارات تنتقل في حدود الساعة 11 ليلا عملية تنظيف المحطات، ويتم التركيز على نظافة الأرضيات والسلالم من طرف فرق مختصة. من جهة أخرى يتم كذلك تنظيف القاطرات من الداخل والخارج كما شاهدناه في ورشة صيانة بباب الجراح. الرقابة المستمرة، المتابعة، الصرامة في العمل، ثلاثية تضمن السير الحسن للمترو وراحة المواطن. النتيجة إقبال متزايد على هذه الوسيلة، والذي تترجمه الأرقام: 4 ملايين مسافر شهريا و140 ألف مسافر يوميا. نواصل رحلتنا مع المترو الذي بدأ في 2011 بخط طوله 8 كيلومتر، اليوم وصل ل 18 كيلومتر، وسيتوسع الخط قريبا من الحراش لمطار الجزائر الدولي ومن عين النعجاء إلى براقي. تسع محطات التي تكون الامتداد خط مترو الحراش نحو المطار، فالأشغال بلغت أكثر من 80%. أما بالنسبة للنفق على طول 9.5 كيلومتر لدينا أكثر من 8 كيلومتر نفق محفور مع دعم نهائي. لم يتبقى سوى 1 كيلومتر فاصل 5 من النفق التي ستنطلق فيه الأشغال قريبا. العمل في ورشات الخطوط الجديدة لا يتوقف ليلا ولا نهارا، نسبة الأشغال جد متقدمة. احنا الآن موجودين في محطة محمد بولعربي ببراقي. الأشغال في طور الإنجاز، والمشروع هو امتداد الخط الرابط بين عين النعجة وبراقي الذي طوله 4.2 كيلومتر. تم الانتهاء من الأشغال العمومية الشوط الأول 1.7 كيلومتر على مستوى عين النعجة. الأشغال على مستوى الجسر الذي الطول تاعو 1 كيلومتر فاصل 5. لنعد من حيث انطلقنا. العناصر. هنا يقع مبنى المديرية العامة لمؤسسة مترو الجزائر، وفيها أهم مكان مركز المراقبة والتحكم. نتواجد حاليا بمركز المراقبة والتحكم لمترو الجزائر المتواجد برويسو. من بين المهام الأساسية لمركز التحكم لمترو الجزائر هي توفير خدمة نقل للمسافرين ذات جودة وآمنة وبكل أريحية. مركز القيادة والتحكم المركزي الذي يعتبر عصب مترو الجزائر، هنا اللي نسهروا به على حسن سيرورة القطارات، تكون دون فاسون ترونسبارونت لو فواياجور، وين يكون مجهودات خلف الستار واتصال دائم مع رؤساء المحطات، مع سائقي القطارات، مع الأسلاك الأمنية والحماية المدنية. السرعة وتواصل الرحلات مهمة يقوم بها شباب من خريجي الجامعة الجزائرية، تلقوا تكوين من طرف إطارات جزائرية مباشرة بعد توظيفهم بمؤسسة مترو الجزائر. اليوم يترقون في المناصب. التحقت مترو الجزائر هنا كرئيس محطة، عملت بها مدة زمنية معينة، بعد ذلك تحصلت على ترقية وين رجعت سائق قطار، عملت بها أيضا مدة زمنية تقارب 3 سنوات. الحمد لله بعدها صارت هنالك ترقية أخرى وين رجعت مكون لعدد معين من سائقي القطارات. بعد ذلك التحقت بمركز القيادة والتحكم المركزي لمترو الجزائر،
بعد انتقاء وعلى أساس الاختبارات والشهادات. من مركز المراقبة إلى محطة المترو المعدومين على بعد خطوات. من هناك قررنا التوجه لقصر الثقافة بهضبة العناصر. قرب محطة المترو توجد محطة نقل لوسيلة أخرى، وسيلة فريدة من نوعها. تعالوا نكتشف النقل بالمصاعد الهوائية. من محطة العناصر نصعد إلى قصر الثقافة مفدي زكريا على متن عربة التلفريك، مكان يمنحك نظرة مميزة على الجزائر العاصمة ومينائها. لكن مهلا، قبل أن نكمل قصتنا هنا دعونا نتجه لمكان آخر، القليل من يعرفه أو يسمع عنه، القرية السماوية. من هنا تبدأ رحلتنا على الساعة 5 صباحا. تفقد عربات التيليكابين، الكوابل والبكرات يبدأ في ساعات الصباح الأولى. قبل ذلك يكون الانطلاق من غرفة التحكم التي تعوض السائقين. La première des choses اللي نديروها سي نشعل الارموار، بعد عندي دي كونترول جورنالي اي افيكتوي تاع لاباري نطلعوا الفوق نفيريفوهم. ابري ما يكملوا لي كونترول كومبليتومون عندنا لي سيكوريتي دكار نفيريفوهم ثاني، ولي زاكسي لي زوزاجي ثاني باش نشوفوا نيطواياج تو اكسيتيرا. كي نكمل نعيط هنا في جيرو، نعيط لي ستاسيون دو رونفوا باش نكولابوري مع لي كوندكتور تاع لي ستاسيون دو رونفوا باش نشوف سي تو تينيكال فيزافي لي كونترول تاعهم. إلى المستودع. هنا يتم تفقد عربات التيليكابين واحدة تلو الأخرى، وبعد حوالي ساعة بعد تفقد كل شيء يتم إعطاء الأمر لانطلاق العمل على الساعة 6 صباحا. الو، واش وهب صباحو؟ وهب كل شواج لتحت باش نفتحو. خلاص ما نفتحو. صح. نبداو لي كونترول تاعنا في لاكار. دونك عندنا تشيك ليست نتبعوها، لي كونترول كاع لازم نجوزو عليهم، ومن بعد غير نكملوهم اون تيست بلي كوم كوا ليكسبلوطاسيون برات. دونك الموقع بري ليكسبلوطاسيون. غير نكملوا لي كونترول تاعنا في لاكار، نحبطوا المستودع نكونتروليو لي كابين، ميم لي كابين قبل ما ننجيكتيوهم نكونتروليوهم، ومن بعد باش ننجيكتيوها في لا لين. ركبنا إحدى العربات. هنا وجدنا نسيبة، اتجهنا رفقتها من باب الوادي إلى القرية السماوية أو سيلاست. كيف بدأ العمل هنا ولماذا تم اختيار هذا الموقع؟ تجيب نسيبة. من باب الوادي لسيلاست، من سيلاست لزغارة. دونك المدة الزمنية بيناتهم هي باش نلحقوا من باب الوادي لزغارة 10 دقائق. دونك سي ان موان كي تري رابيد كوميم بارابور للترونسبور واحد آخر. كيما راك تشوف ما باش اذا انتبهتوا باللي هنا رانا في منطقتين وين يبان لنا منطقتين معزولتين. دونك بعد شكاوي تاع لا بوبولاسيون كي توتور على جال العزله تاعهم، دونك داروا دراسات وقاموا بدراسات اللي خلاو يفكوا العزله هذه، وقالوا باللي الموقع اسمح لي قالوا باللي النقل اللي راح يكون لو بلوز ادابتي بور سيت بوبولاسيون هو لو ترونسبور بار كابل اللي هو لا تيلي كابين اللي رانا فيها اللي من القرية السماوية لزغارة، حي شبه معزول عانى سكانه من نقص وسائل النقل لسنوات، لكن التيليكابين غيرت الوضع. لنستمع للقصة على لسان عم محمد الصالح. ما كانش الهبطة نقدروا نهبطوا نمشيو شوية، بس على الطلعة ما تقدرش. شكارة حديد ما تقدرش ترفدها، زوج خبزات ما تقدرش تطلعهم، طلاعية وسخانة وكذا ما تقدرش. الجبل ما كانش. هذه نحات علينا غمة كبيرة، هذه سلكتنا، هذه سلكت كلش تحافظوا عليها. ونهار ما تمشيش ما نحبوش، والله ما نحبو كي شويه حابسان نفشلوا.
هاي بالجمعه برك ما تخدمش غير العشيه بالجمعه. والله العظيم غير خلاص نحبسوا احنا كما تحبسي نحبسوا احنا بالدار. هذه ذكاء هي اللي راهي مسلكتنا، هي ركبتنا، هي طنوبيلنا، هي كل شيء، هي كل شيء. ما كان حتى حد جيب طلع حاجه تهز حاجه طلع فيها نورمال. التنقل عبر المصاعد الهوائية أمر بسيط. اقتني تذكرتك ب30 دينارا جزائري، اتجه للعربة، اركب، 10 دقائق ستكون في باب الواد. لكن خلف هذه الصورة نظام عمل متكامل. هذا النظام يبدأ من المحرك الكهربائي اللي هو الموتور الإلكتريك، مرورا بالريدكتور اللي يخفف السرعة تاع الدوران، إلى لابولي اللي هي تضمن دوران الكوابل ودوران العربات. يعني السرعة في الكابل تكون كبيرة، أما في المحطات تنقص السرعة نتحكموا فيها بدرجات محددة تضمن أنه المواطنين يصعدوا وينزلوا في كل بأريحية وبأمان. قبل أن نغادر لا بأس أن نترجم المشاهد التي رصدناها إلى لغة الأرقام. أظنكم عرفتم المكان. هنا حديقة التجارب بالحمة بحي محمد بالوزداد، وهنا مقام الشهيد بحي المدنية. مرحبا بكم في المصعد الهوائي لمقام الشهيد التابع للمؤسسة الجزائرية للنقل عبر الكابر المختصة في الاستغلال والصيانة. من مميزات المصعد الهوائي مقام الشهيد هي وسيلة نقل حضارية وسياحية في آن واحد، حيث يمكن لسكان المنطقة من التنقل في بعض الدقائق بين حيين شعبيين وتاريخيين وهما حي المدنية وحي محمد بالوزداد. ويمكن أيضا السياح من التنقل إلى معلم مقام الشهيد التاريخي، وإلى حديقة التجارب، وإلى متحف الفنون الجميلة، وإلى دار عبد اللطيف للفنون، وهم مستمتعين بالمناظر داخل المصعد الهوائي. الرمزية التاريخية لمقام الشهيد هو جمال حديقة الحمة جعل هذه المحطة الأكثر إقبالا من طرف المسافرين. هنا تم نقل أزيد من 1,300,000 مسافر سنة 2022. هي وسيلة تربحك بزاف تاع الوقت، ورانا نشوفوا الإقبال الكبير تاع الناس ليها. بريمش 20 دينار السعر الرمزي اللي تقدر تمشي بها من جاردان ديسي تطلع بها حتى لمقام الشهيد. زعما هذه حاجة مليحة ومفيدة للشعب. يتميز المصعد الهوائي بمعدل صعود 8000 راكب يوميا، هذا ما يعكس الاستخدام الشديد والإقبال الكبير الذي يحظى به المصعد الهوائي من قبل الزوار. إطلالة فريدة من نوعها، رحلة هادئة على متن عربات التلفريك، عربات صديقة للبيئة وتحافظ على جمال الطبيعة. صراحة رحلة تتمنى ألا تنتهي. المصعد الهوائي صديق البيئة بشكل كامل، يعتمد على تقنيات حديثة بمحركات كهربائية نظيفة لا تتسبب في انبعاثات ضارة للبيئة. هذا يتيح لزوارنا الاستمتاع بوسيلة نقل تحافظ على البيئة وجمال المحيط. من الحمة نعود مرة أخرى إلى قصر الثقافة. هنا أيضا خط تلفريك آخر يربط القصر بمحطة رويسو، ينقل يوميا 500 راكب على مسافة 420 مترا. الصيانة أساس الحفاظ على التجهيزات، والتكوين المستمر أساس تنمية الموارد البشرية. لنتجه إلى وادي السمار، هنا سنعرف الكثير حول هذا الموضوع.
اون فوا يجيبوه هنايا يديروا له اون فورماسيون تيوريك اون فورماسيون براتيك. لا فورماسيون تيوريك vous avez vu لي تاعنا لو سون دو فورماسيون، وعندنا لا فورماسيون براتيك. لا فورماسيون براتيك سي لو سيميلاتور دو كوندويت، لازم يكون ابت كي يخرج التماتيك لازم يعرف اسمه، يعرف لا سيكوريتي. vous voyez même هنايا vous avez هنايا وعلى بالو سي كوا لو سيميلاتور. ديجا ميم سيميلاتور دو كوندويت عندي اون فورماسيون سور لي زيليمون اللي راكم تشوفوهم هنايا. هنا سي لا سنترال هيدروليك تاع فيران، وهنا سي لا سنترال هيدروليك افران. هادوما لازم كاع يعرفوا. ويا اون فورماسيون تانيك تاع لي زاجون ديكسبلوطاسيون. سي با كوم لو كوندكتور، لازم il va accompagner le conducteur في l'exploitation journalière. هنا هاد لاصال نسموها لاصال سيميلاتور، يعني قاعة المحاكاة. يستفيد عمال المصاعد الهوائية من تكوين مستمر. توجد هنا عدة تجهيزات حديثة، منها نظام محاكاة يشرح لنا عبد النور آلية عمله. هنا المتدرب على كل حال لما يجي المرة الأولى لا بريمير فوا عندنا لا فورماسيون ما يعرفش المصاعد الهوائية، يقدر اترافير هاد السيميلاتور هاد نظام محاكاة يقدر يعرف ديجا ليسباس دو طرافاي تاعو، تسمى فضاء العمل. نوريو له باللي عون الاستغلال يوقف هنا في المحطة، هامليك يعني العربات لي كابين وشنو هما لي سيستيم دو شومينمون تاعهم. المتدرب يعرف بلي كاين هناك صالة القيادة تسمى مركز قيادة السائق اللي هنا يتعرف على كامل الأزرار. نعود لمحطة قصر الثقافة الخاصة بالتليفريك، لكن مهلا، هل لاحظتم شيئا؟ مرة نقول تليفريك ومرة نقول تيليكابين. نعم، كلاهما نقل بالمصاعد الهوائية، لكن بينهما فرق كبير. تيليكابين كما التي رأيناها سابقا في محطة باب الواد، والآن نحن على مستوى تيليفريك قصر الثقافة. والفرق بينهما يتمثل غالبا أن التيليكابين تستعمل للمسافات الطويلة والمتوسطة، والتيليفريك للمسافات القصيرة. التيليكابين تسير في مسار واحد دون توقف كلا عند دخولها للمحطة، أما التيليفريك لديها مسارين ذهاب وإياب وتتوقف عند دخولها للمحطة. تيليكابين لديها العديد من العربات متوسطة الحجم تتسع حتى 15 راكب، أما تيليفريك عربتين كبيرتي الحجم ذو سعة تصل حتى 35 راكب. ننزل لمحطة رويسو لنختم رحلتنا عبر المصاعد الهوائية. في هذا المكان تجتمع فيه محطة التليفريك، المترو وترامواي. غير بعيد عنها يتواجد خط السكة الحديدية، في مشهد يصور التكامل بين وسائل النقل الموجه بالجزائر العاصمة، تكامل هدفه راحة المسافر قبل كل شيء.